ايه اللي لازم اعمله للبيبي اول ما بيتولد لازم اولا نطمن عليه ونقيمه، وده بيتم من خلال دكتور الاطفال. يعني لو البيبي كويس والامور تمام ودكتور الاطفال ما عندوش مانع السكين تو سكين او ملامسه الجلد بين الام والبيبي، ده احسن حاجه ممكن نعملها للام والبيبي على حد سواء. البيبي هو زي ما قلنا خارج من مكان مظلم، نبضات قلب، اكله بيوصله لحد عنده دافي، حاجه جميله جدا. يخرج مره واحده يلاقي نفسه في مجتمع صاخب، عمليات، صوت مينيتور، مش عارف ايه اللي جابني هنا يا جدعان، وحد بقى بيضربه على مش عارف ايه يا جدعان، انتوا جايبيني تهنوني ولا ايه؟ ونفس الكلام الام بتبقى عايزه شويه تفرح، خايفه، قلقانه، متوتره، عايز تفرح بالبيبي وقلقانه عليه. فاحسن حاجه نعملها ان احنا نحط سكين تو سكين، البيبي يحس دفى امه، يسمع نبضات قلبها، يطمن. يا سلام بقى لو ياخد الغذاء كمان ويرضع، هتبقى حاجه في منتهى الجمال. طيب احنا اللي بيحصل ان الام كمان بتفرز وقتها مواد، حاجه اسمها الاكستوسين او اللي احنا بنسميه هرمون الحب. هرمون الحب ده كمان المسؤول عن افراز اللبن، فبيخلي الرحم كمان ينقبض، فبتبقى حاجه في منتهى الجمال ولحظه في منتهى الجمال. بتبقى ترانزيانت زون او منطقه انتقاليه للبيبي من المجتمع الجميل الدافي الحلو للمجتمع اللي بره مع الحاجات الكتير اللي احنا عارفينها. فعشان كده بننصح اول حاجه تحصل بعد ما نطمن على البيبي وبعد اذن دكتور الاطفال السكين سكين كونتاكت. انا بقى عايز اسمع منك، عملتي ايه بعد الولاده؟ وهل كانت السكين سكين عملتيه ولا ما عملتوش؟ كان تجربه ظريفه ولا لا؟ واحكينا عن تجربتك. متشوق ان انا اسمع قصصكم وحكاويكم عن الموضوع ده.